Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. To the action, to the home. Here we go, it's the Lean Green Ninja Team. On the scene, cool teens doing ninja things. So extreme, out the sewer like laser beams. Get right with the shell shock pizza. ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن اعمال سلاحف النينجا في الانيميشن. هحاول اجيب لك افضل كرتونات اتعملت لسلاحف النينجا وكمان افضل افلام انيميشن اتعملت لسلاحف النينجا. هم اعتبروا مش كتير قوي بس عامه زي ما احنا متعودين في السلسله دي ان بجيب افضل الاعمال. لو ما تعرفش فانا عملت فيديوهين قبل الفيديو ده، واحد عن سبايدر مان وتاني عن باتمان. فلو عايز نعمل عن اي بطل او شخصيه او حاجه لها اعمال انيميشن يعني الكرتونات بتاعها احسن من الافلام، فاكتب لي تحت في الكومنتات. ومن غير ما اطول عليك بقى ما تنساش اللايك والاشتراك والحاجات الجميله دي. شكرا جدا على ال 10000 مشترك، ويلا بينا نبدا الفيديو ده. سلاحف النينجا 1987. النسخه دي من سلاحف النينجا مش مجرد كرتون، دي ذكريات متحركه. يعني انت ممكن تكون مش فاكر حلقه كامله بس اول ما تسمع تتر او تشوف شكل السلاحف دماغك يوديك تلقائيا لايام كانت فيها الحياه اهدى ومفيش هم غير انك تلحق الكرتون قبل ما يخلص. المسلسل ده اتحط اساسا انه يكون خفيف بسيط ينفع لاي طفل يتفرج عليه من غير ما يفكر كتير. مفيش بقى فلسفه، مفيش سوداويه، مش بيقولك بقى ليه الشخصيات عملت كده والحاجات اللي بنشوفها. الدنيا واضحه، في ابطال، في شرير، في خناقه، في بيتزا وخلاص. السلاحف نفسهم هنا متقدمين لاول مره بالشكل اللي اتحفر في دماغ العالم كله. ليوناردو قائد الهادي اللي دايما بيحاول يلم الدنيا، رافائيل اللي بقى عصبي شويه بس العصبيه بتاعته هنا بتاعت ضحك مش خطأ، دوناتيلو الذكي اللي بيطلع اختراعات غريبه، ومايكل انجلو لا ده حاجه تانية خالص مالناش دعوه بيه. ضحك بقى، هزار، اكل بيتزا، وكلمه كوا بونجا اللي بقت علامه مسجله. تحس ان الشخصيات مش معموله عشان تطور، هي معموله عشان تتكرر كده. يعني كل حلقه تقريبا نفس الفكره ونفس الايقاع ونفس النهايه السعيده، وده مش عيب، ده اصلا كان مقصود. نيجي بقى لاهم شخصيه اللي هو شريدر. شريدر هنا مش مرعب، ده شيء كرتوني صريح كده، تحسه احيانا اهبل واحيانا يتغفل وكتير قوي يخسر بطريقه تضحك. هو موجود اكتر عشان السلاحف يكون لهم عدو ثابت، مش عشان يعمل رعب نفسي ولا صراع داخلي ولا اللي بنشوفه في شريدر الجديد. وكمان لازم نجيب سيره الكرانج، المخ اللي قاعد في بطن ريبوت. حاجه لو فكرت فيها دلوقتي تقول هو ازاي ده كان منطقي زمان، بس وانت صغير عادي جدا، دماغك كانت اصلا مستعده تصدق اي حاجه طالما الشكل حلو. المسلسل ده كان بيعتمد بشكل كبير على كوميديا والافيهات البسيطه والمواقف كده تتعاد وهزار مباشر. مفيش حاجه اسمها حلقه تقيله او نهايه حزينه، كل حلقه بتخلص بابتسامه. وعشان نكون صريحين مع بعض، لو انت كبير دلوقتي ورجعت اتفرجت عليه كامل ممكن تزهق، وده طبيعي. المسلسل اصلا مش معمول له ذوقك الحالي، هو معمول له طفل في الثمانينات والتسعينات، بس قيمته الحقيقيه مش في قصه، قيمته في التاثير اللي كان عامله ساعتها. وطبعا من غيره ما كناش هنشوف الحاجات اللي اتعملت دلوقتي. يعني هي النسخه اللي خلت السلاحف براند عالمي. انا اتفرجت عليه بس كان بيتعرض على قناه زمان، بس اكيد يعني ما اتفرجتش عليه في وقتها لاني مش من مواليد 87. يعني اتفرجت عليه بعدها بمده كبيره. لو انت اتفرجت عليه قول لي رايك تحت في الكومنتات. يعني سلاحف النينجا نسخه 2003. اول ما تشوف النسخه دي من سلاحف النينجا تحس كده ان في حد قال استنى بقى، احنا مش عايزين نضحك العيال وبس، احنا عايزين نحكي حكايه. النسخه دي من اول حلقه بتحسسك انك داخل عالم تقيل، الالوان اغمق، الموسيقى اهدى بس في توتر، والسلاحف نفسهم مش داخلين يهزروا، في احساس دايما ان في خطر حقيقي. اكتر حاجه بقى مميزه هنا ان السلاحف مش شبه بعض، قصدي مش شبه بعض يعني قوي في الشكل عكس النسخه اللي فاتت. هنا مش مجرد الوان مختلفه وخلاص، لا دول شخصيات فعلا. ليوناردو هنا قائد بقى بجد، بس قياده مش سهله، تحسه شايل هم كده دايما، حاسس انه مسؤول عن اخواته وكل غلطه بتتحسب عليه. وفي لحظات كتير تلاقيه ساكت مش عارف يعمل ايه، وده جميل لانه مش بطل خارق كامل كده. رافائيل ده بقى قنبله، عصبي متهور، دايما شايف ان الحل في الضرب الاول وبعدين نفكر. وفي صراع واضح بينه وبين ليوناردو، مش هزار اخوات، لا صراع حقيقي على قياده وطريقه التفكير. تحس اوقات ان رافائيل ممكن يبوظ الدنيا واوقات تحس ان عنده حق. دوناتيلو في النسخه دي مش مجرد الذكي، هو هادي بيفكر كتير ودايما حاسس انه مختلف عن الباقي، ذكاؤه مش كرتوني، تحسه عالم حقيقي ومحاولات يفهم العالم حواليه مش بس انه يصلحه. اما مايكل انجلو فهو روح المسلسل، خفيف الدم، بس خفه دمه هنا مش غشيمه، تحسه بيهزر عشان يخفف الضغط عن اخواته مش عشان يبقى مهري كده وخلاص. نيجي بقى لاهم عنصر، شريدر. شريدر في النسخه دي من اشرس الاشرار اللي شفتهم في الانيميشن. حضور، هدوء مرعب، مفيش هزار، تحسه دايما سابق بخطوه ودايما خطر. مش كل مره السلاحف تكسب ومش كل مره تطلع سليمه، وده يخليك تحس بحاجه مهمه قوي، السلاحف هنا ممكن تخسر، ممكن تتاذى، ممكن تغلط غلطه
تدفعها تمن موسم كامل. المسلسل ده كمان كان بيعتمد على ارقام طويله، يعني مش حلقه وخلاص، لا في قصه بتمتد، احداث بتتراكم، وشخصيات بترجع تاني وتاثر، تحس انك بتتفرج على مسلسل مش كرتون اطفال. وفي بقى لحظات سودة بجد، وحده، شك، خوف من الفشل، احساس انك مش كفايه، حاجات نادرا ما كانت بتتحط في كرتون وقتها. انا بعشق على فكره النوعيات دي من الكرتون، يعني لو هتسالني على الراي. عشان كده النسخه دي شدت ناس كتير كبروا شويه عن مرحله الكرتون، ناس قالت ايوه ده مستوى اعلى. بس خلينا نكون صراحه، النسخه دي مش مسلسل سهل كده، مش هتضحك كل حلقه، مش هتحس براحه دايما، وفي اجزاء ممكن تحسها تقيله شويه، بس ده اصلا سر قوته. المسلسل ده مش عايز يرضي كل الناس، هو عايز يحكي قصه صح. عشان كده لما تيجي تسمع اي حد بيحب سلاحف النينجا بجد غالبا هتلاقيه بيقول 2003 دي افضل نسخه اتعملت، مش عشان هي الاجمل شكلا ولا الاضحك، لكن عشان هي القصده كده، فاهمني؟ هي النسخه اللي خلت السلاحف ابطال حقيقيين مش لعب اطفال. والنسخه دي برضو كنت بتفرج عليها زمان جدا وانا صغير، وكنت بحبها جدا، اتفرجت عليها بعد ما نزلت بفتره برضو. لو هتسالني فايوه النسبه، يعني النسخه دي حلوه جدا وبحبها جدا، لكن هتتصدم قدام لاني هقارنها مع نسختين تانيين. سلاحف النينجا 2012 الخاصة بالنيكلوديون. انا مش عارف ليه مش بيسموا سلاحف النينجا، بس وات ايفر يعني. بص النسخة دي من اكتر النسخ اللي اتظلمت في الاول. ليه؟ عشان الناس اول ما شافت الانيميشن ال3 دي قالت ايه ده يا عم شكلهم غريب، لا لا مش هنكمل. وانا كنت واحد يعني من الناس دي في البداية، اول ما كنت بشوف الكرتون ده بيتعرض كنت بقلب على طول. بس اللي كمل شوية اكتشف ان النسخة دي اذكى مما باين عليها بكتير. المسلسل ده طبعا باين انه جاي بعد نسخة 2003، يعني صعب قوي يطلع حاجه سوداويه بنفس قوه. فالحل كان ايه؟ نمسك العصا من النص. السلاحف هنا تحسهم فعلا اخوات، مش فريق ابطال وبس، لا دول عايشين مع بعض، بيتخانقوا، بيتصالحوا، بيغيروا من بعض وبيخافوا على بعض. ليوناردو هنا لسه قائد، بس مش القائد المثالي، بيغلط، بيتردد، واحيانا بيبقى قاسي زياده عن اللزوم، تحس ان القياده بالنسبه له عبء كده مش تشريك. رافائيل لسه عصبي، بس عصبيته هنا نابعه من خوفه على اخواته، مش تهور اعمى، لا هو واحد بيحب اللي حواليه زياده عن اللزوم، وده بيوقعه في مشاكل. وعلى فكره بحب رافائيل هنا جدا فوق ما تتخيل. دوناتيلو النسخه دي بقى اكتر واحد اتغير، ذكي بس كمان عنده مشاعر وتوتر، وحتى يعني كراش واضح. اللي شاف الكرتون هيفهم قصدي. ابريل يعني حبيبه ليوناردو، عفوا حبيبه دوناتيلو، انا كنت بشوف المنظر كده وانا صغير اقول ازاي سلحفاه وانسان، ازاي كنت مشخصنها قوي وانا صغير مع العلاقه دي. مش كانت دي حاجه غريبه كده، خلى شخصيته اقرب فاهم للانسان، مش مجرد عقل ماشي. مش هننسى اكيد مايكل انجلو، فهنا بقى ضحك رسمي، بس خد بالك ضحكه مش تافه، هو اللي بيكسر الجو تقيل، اللي بيفكر بره الصندوق، واللي ساعات بيطلع الحل من الهزار. اكتر بقى حاجه تتحسب للنسخه دي هي شريدر. شريدر هنا مش بس شرير، ده واحد عنده دافع تاريخ وانتقام. علاقته بسبلنتر شخصيه جدا، وده مدي الصراع وزن تقيل. المسلسل ده كمان لعب على حته لطيفه قوي، النوستالجيا، تلاقي اشارات لنسخه 87 وشخصيات قديمه بترجع، وتحس ان اللي عامل المسلسل فاهم تاريخ سلاحف النينجا، مش داخل يهبط. بس في نفس الوقت 2012 مش نسخه مثاليه، فيها حلقات تحسها خفيفه زياده، وفيها اوقات الكوميديا بتغلب على الجو العام. بس الغريب ده كان مقصود، المسلسل ده معمول لحد لسه صغير او كبير بس عايز يتفرج وهو مرتاح، من غير ما يدخل في سوداويه خناقه وفلسفه تقيله. ومع تقدم المواسم المسلسل بقى اجرى، في موت، في خساره، في لحظات تحس فيها ان الدنيا مش دايما بتمشي صح، وده يخليك تحترم اكتر. ولو تيجي تقارن يعني هتلاقي فعلا انه اتظلم جدا. علشان كده ناس كتير بتشوف ان النسخه دي هو افضل مدخل لاي حد جديد في عالم سلاحف النينجا، مش هيصدموا ومش هيزهقوا. انا عن نفسي مش عارف اقرر هل نسخه 2003 احسن ولا النسخه دي. تخيل ان انا رافع النسخه دي لنسخه 2003، وده طبيعي جدا. انا حرفيا حلقت المسلسل ده اتفرجت على كل حلقاته وكل مواسمه، كنت بستناه يتعرض، ان شاء الله الحلقه تتعرض مليون مره ونفس الحلقه هتفرج عليها برضه. ما اعرفش ليه كنت منجذب ليه قوي كده، وده اصلا اللي خلاني احب سلاحف النينجا جدا. ففعلا النسخه دي من المفضلات عندي، المفضلات دي. بس فعلا لو انت بتحب النسخه دي انزل قول لي، يعني حسسني اني مش لوحدي، وهل فعلا كانت تستحق الحب اللي انا مديهولها ده كله، ولا ده مجرد حنين مثلا للماضي او حاجه زي كده؟ وهل برضه شايف انها اتظلمت ولا لا؟ ريس اوف تي ام ان تي، خليني بقى ابدا معاك بصراحه كده من غير تجميل، عشان يعني ما نتضربش في الكومنتات. اول مره تشوف النسخه دي عقلك هيقول لك ايه الهبل ده، دول مش سلاحف النينجا اللي انا اعرفه، وده رد فعل طبيعي جدا. انت مش عارف رده فعل على فكره، يعني اول ما شفت النسخه دي ما ينفعش اقولها عشان لو في حد صغير في السن بيتفرج،
بس خلينا نتكلم يعني منطقيا. الستايل هنا مختلف، الالوان هنا فعال، الحركه سريعه بشكل مبالغ فيه، والشخصيات شكلها غريب شويه او غريب قوي، تحس انك دخلت كرتون مجنون كده لسلاحف النينجا. بس هنا بقى الفخ، لو قفلت من اول انطباع هتظلم النسخه دي. النسخه دي اتعملت وهي عارفه تماما انها مش هتعجب الكل. المسلسل ده مش جاي يرضي جمهور 2003 ولا يعيش على النوستالجيا بتاعت 87، ده داخل يقول انا نسخه جديده ومش هعتذر عن كده. اول اختلاف صادم، ليوناردو مش القائد، ايوه القائد هنا هو سبلنتر في البدايه، وبعدها رافائيل بشكل غير مباشر، وليوناردو هنا ساخر خفيف الدم بيهزر كتير، بس ده مقصود ليه؟ عشان ريس مركز قوي على رحله النضج، مش كل واحد قائد من اول يوم. ليوناردو هنا لازم يغلط، يستهين، يقع، وبعدين يتعلم. رافائيل بقى ده اضخم نسخه شفناها جسديه، وتحسه مسؤول حامي اخواته، بس مش قائد تقليدي، هو شايل حمل مش بتاعه. دوناتيلو في النسخه دي عبقري مجنون، مش هادي، لا ده مهايبر كده، دماغه شغال 24 ساعه، اختراعاته غريبه وشخصياته مليانه طاقه، ومع ذلك كده تحس بانسانيته. مايكل انجلو هنا مش بس مهرج، هو الفنان، الروح الحره اللي شايف العالم بشكل مختلف. نسخه ذكيه جدا من الشخصيه. اكتر حاجه بقى تخليك تفهم النسخه دي صح هي الاكشن. لو مسكت اي مشهد قتال تحس ان اللي عامله فاهم انيميشن بجد، حركات سريعه، زاويه كاميرا مجنونه، طاقه كده شبه الانمي الياباني. احيانا تحس انك بتتفرج على مشهد كده من ناروتو او دراجون بول من كتر الحماس. بس المشكله ان الاكشن ده كان سابق عصره شويه على جمهور سلاحف النينجا، ناس كتير كانت عايزه قصه تقيله من الاول، مش هزار وحركه. وهنا نخش على النقطه المهمه، النسخه دي في الاول خفيفه قوي، هزار، حلقات قصيره، تهريج، تحس انه مش رايح في حته اصلا. لكن فجاه المسلسل يتقلب، تدخل على ارقات سودة، تهديدات حقيقيه، خساره ومستقبل مظلم، وكمان فيلم بس هتكلم عنه قدام. تحس ان كان عامل النسخه دي واحد بيضحك على طول وفجاه سكت كده. انا عن نفسي النسخه دي بالنسبه لي عادي، يعني لو جت قدامي كده هقعد اتفرج عليه، مش هكون متضايق، بس مش هقول عنها انها الافضل. عارف ليه؟ لان الافضل جاي دلوقتي. Shell shock pizza king. Can't stop these radical dudes. The secret of the ooze made the chosen few emerge from the shadows to make their move. The good guys win and the bad guys lose. خلينا بقى نتكلم عن الافلام. سلاحف النينجا 2007، الفيلم اللي نزل في 2007. بص بقى، فيلم 2007 من الافلام اللي لما اتعرضت اول مره الناس كانت محتاره، مش عارفين يحطوه فين. هو مش ضحك طبعا، عارف ابن بلدي بعد ما سمع الكلمه دي وعايز يرد، بس خايف الكومنت بتاعه يتحظر. المهم زي ما قلت لك، هو مش ضحك ومش سوداوي، وفي نفس الوقت مش فيلم اطفال عادي. تحس ان الفيلم ده طالع من دماغ واحد كبر وبص وراه وقال هو ليه ما حدش يتكلم عن الاخوات دول كاخوات فعلا. اول حاجه تضربك في الفيلم هو الجو العام، فيه هدوء غريب، حزن خفيف، احساس ان في حاجه ناقصه، وده مقصود لان الفيلم بيبدا والسلاحف مش مع بعض. ليوناردو مسافر بيتدرب، بيحاول يبقى قائد المثالي. رافائيل قاعد في المدينه لابس قناع وبيطلع غضبه كده في الضرب، وده في حد ذاته عبقري. الصراع هنا مش ضد شرير بس، الصراع الحقيقي كان بين ليوناردو ورافائيل، صراع اخوات، كبرياء كده، احساس ان كل واحد شايف نفسه صح، مش خناقه عيال، لا خناقه ناس مكبوته من جوه. مشهد القتال بينهم على السطح يا جمدان، ده من احسن مشاهد سلاحف النينجا في التاريخ كله، مش بس عشان الاخراج، عشان الاحساس، كل ضربه كده فيها غضب سنين. الفيلم ده كمان عامل حاجه ذكيه جدا، مش مهتم قوي يشرح لك كل حاجه، يفترض انك فاهم العالم، يفترض انك كبرت مع العالم. والشرير الاساسي كان ذا ستون جنرال، بصراحه مش اقوى حاجه دراميا، بس هو مش جوهر الفيلم. الشرير الحقيقي هو الانقسام اللي حصل ما بين الاخوات. دوناتيلو ومايكل انجلو هنا ادوارهم اهدى بس مهمين. دوناتيلو العقل اللي شايف ان الفريق من غير بعض مش هيكمل، ومايكل انجلو الروح اللي بتحاول تلم اللي اتكسر بالهزار وكده يعني. والفيلم كله ماشي على سؤال واحد، ينفع نبقى ابطال واحنا مش متفقين؟ وده سؤال كبير مش للاطفال بس. الانيميشن وقتها كان جامد جدا، مش مبهر زي دلوقتي، بس واقعي تقيل وحاسس بالوزن، تحس ان الضربه توجع كده. المشكله بقى ان الفيلم ده اتظلم ليه؟ عشان الجمهور كان متلخبط، ناس مستنيه ضحك وناس مستنيه سوداويه اكتر، فالفيلم وقع في النص. بس مع الوقت الفيلم ده كبر مع الناس، ناس رجعت شافته وهي اكبر وقالت استنى ده فيلم ناضج فعلا. وعلى فكره انا رجعت شفته قبل الفيديو، ففعلا الفيلم اتظلم جدا. فالفيلم ده يعني فيلم عن الاخوات، الغضب والمسؤوليه، وانك ترجع تقف جنب اللي اختلفت معاه. علشان كده ناس كتير شايفاه افضل فيلم انيميشن لسلاحف النينجا لحد دلوقتي، انت متخيل؟ وبالنسبه لي هو ده الافضل. قبل ما نكمل ونخش في اي حاجه، لا هو ده الافضل، افضل فيلم يعني. باتمان ضد سلاحف النينجا. طبعا انت دلوقتي مستغرب اني بقول باتمان، في فيلم اتعمل لباتمان مع سلاحف النينجا. بص خلينا نكون صراحه من الاول، اول ما تسمع اسم الفيلم ده تحس ان
ان كده فان سيرفيس، يعني فيلم معمول عشان يقول لك بص باتمان مع سلاحف النينجا وخلاص. بس اللي حصل الفيلم ده طلع اجدع بكتير مما اي حد كان متوقع. وعلى فكره ده السبب اني ما جبت سيره الفيلم ده في الفيديو اللي عملته عن باتمان. عرفت ليه؟ عشان كنت عايز اجيبه في الفيديو ده. دايما ظالمني كده. انزل بقى حط لايك. من اول دقيقه كده تحس ان الجو سوداوي، جو مدينه جوثام، اضاءه غامضه، موسيقى تقيله، وبعدين فجاه السلاحف يدخلوا. والغريب الدمج شغال، قصدي الدمج ما بينهم، يعني مش الدمج اللي هو باتمان. باتمان هنا باتمان بجد، تحسه كده تقيل شاكك، شايف السلاحف تهديد في الاول، والفيلم بياخد وقته في الصدام ده، مش مستعجل. احلى حاجه بقى هي المقارنه بين الفريقين. باتمان واحد بيشتغل لوحده، كل حاجه محسوبه. السلاحف فريق، عيله فيهم فوضى وهزار، وده بيعمل كيمياء حلوه جدا. ليوناردو يحاول يكون رسمي مع باتمان، رافائيل طبيعي بس بيخبط دماغه كده في باتمان كتير مش عارف ليه. مايكل انجلو بينبهر كده، ودوناتيلو داخل يحلل التكنولوجيا، وشريدر هنا رجع تقيل. الفيلم ده قدم شريدر مرعب فعلا، مش كرتوني مش هزار، تحسه خطر على جثم نفسها. واكتر حاجه حلوه قتالات، القتال هنا عنيف نسبيا على فيلم انيميشن، ضربات كدمات، احساس ان في وزن، مش خناقه اطفال. انت لو شفت بس لما باتمان وشريدر اتقابلوا، يا نهار ابيض على الفخامه. الفيلم ده كمان مش بس استعرض شخصيات، في فكره حلوه ازاي ابطال من عالمين مختلفين يتفقوا، وازاي الثقه دي بتتبني اصلا. مش اعمق فيلم في التاريخ، بس هو اذكى بكتير من عنوانه الغريب. عيبه الوحيد انه قصير شويه، تحس انك مش عايز تقعد اكتر مع الشخصيات. بس في المجمل تجربه ممتعه، مفاجاه، وتستاهل بصراحه. ريس اوف ذا تيم الفيلم اللي اتعمل للنسخه اللي انا اتكلمت عنها، نسخه ريس. لو انا قلت لك ان الفيلم ده افضل حاجه خرجت من ريس، يبقى انا مش ببالغ. الفيلم ده عامل زي واحد كان ساكت طول القعده، وفجاه قام قال كلمتين خلوا كل يسكت. حلوه دي، ده احلى مثل ضربته في قناه التلاته. من اول 5 دقايق تحس ان النبره اتغيرت، مفيش هزار زياده، في خطر حقيقي، في نهايه عالم. ليوناردو هنا فجاه اتحط في موقف عمره ما كان مستعد ليه، قائد غصب عنه، غلطته ليها ثمن، وفقدان حقيقي. الفيلم ده ركز قوي على ليوناردو ورحلته من واحد بيستهان بكل حاجه لواحد فاهم ان القياده مش هزار. العلاقه من الاخوات هنا مؤثره، خوف، تضحيه، لوم، ومحاوله انقاذ بعض باي ثمن. والاكشن يا سلام، ده من احسن الاكشن اللي اتعمل في السلاحف النينجا كله. حركه سريعه، اخراج مجنون، احساس ان الدنيا بتقع، مشاهد ممكن تعيدها كده اكتر من مره. الفيلم ده اثبت حاجه مهمه قوي، ان ريس كان عنده خطه، بس المسلسل خد وقته. ناس كتير بعد الفيلم دي قالت اوكي احنا غلطنا لما حكمنا بدري. هل الفيلم ده هيخليك تحب ريس لو كنت كارهه؟ مش مضمون، بس هيخليك حتى تحترمه، انه فيلم فعلا اتحضر له وخد وقته عشان يطلع بالجوده دي. انا شفت الفيلم عجبني جدا، وبصراحه احسن من اللي اتقدم في اول كام موسم من المسلسل نفسه. لان اول كام موسم يعني، وخصوصا اول حلقات دي، تحس كده انك لو شفت اي حاجه احسن منه. بس لا الفيلم في حته ثانيه يعني، حرفيا روح اتفرج على الفيلم لوحده، حتى مش اتفرج على المسلسل، لا اتفرج على الفيلم. انا بنصحك جدا انك تتفرج على الفيلم، جامد. يؤسفني اقول لك ان بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. وما تنساش بقى لايك والاشتراك والحاجات الحلوه دي. وكمان في حاجه كده كنت حابب اتكلم عنها، لو انت وصلت هنا فانت يعني متابع من الناس التوال في القناه، انت من اساطير القناه من غير مناقشه. فعشان كده حابب اخد رايك في حاجه. انا كنت حابب اتكلم عن ذا لاست رونين، اللي هو اخر اخ فضل لسلاحف النينجا مايكل انجلو. طبعا نزل له قصه في كوميكس، فطبعا لو انت من متابعين القناه فانت عارف ان انا اتكلمت عن بين تيمبا في كوميكس وكده. فهل اتكلم عن النسخه السوداويه من سلاحف النينجا دي، اتكلم عن قصتها يعني؟ انزل قول لي رايك تحت في كومنتات، انا بقرا كل كومنتات. قلت كده على فكره فيديوهات كتير، وانا فعلا بقرا كل كومنتات، وفي كومنتات على الفيديو اللي فات كانت حلوه جدا. فشكرا شكرا شكرا للدعم، وشكرا ان احنا وصلنا 10000 مشترك. ده مش رقم انا عارف، بس الكلام ده بالنسبه للناس كبار، يوتيوبر تانيين كبار، اما بالنسبه لي 10000 اخ واخت الموضوع فعلا جميل جدا. مش عارف لما انزل الفيديو ده اكون وصلت 11000 ولا لا، بس الحمد لله على كل شيء. كده بقى نكون خلصنا الفيديو وخلصنا كلام. كان معاك ابراهيم، في امان الله.